ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ومتابعيني وحبايبي كلكم. والله بتوحشوني كل يوم يا حبايبي من الفيديو اللي بعمله للفيديو التاني. عشان كده انا بدأت حملة الفيديوهات ان كل يوم لازم اشوفكم ولازم اسمع صوتكم ولازم اسمع تعليقاتكم، ان انا كل يوم لازم اعمل فيديو. بس يا رب ما تزهقوا مني واكون يا رب خفيفة على قلوبكم. وانا والله العظيم انا ما بزعل اي حد متضايق من فيديوهاتي ولا حاجه يقول لي في التعليق، والله انا ما هزعل حتى لو تعليق سلبي، انا مش زعلانه. النهارده يا حبايب قلبي نبدا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل فيديو يمكن محير كل الستات، انها بتتعب والبطه بتاعتها بتبيض وبتتعب فيها وبتعمل كميه بيض، والاخر البطه بترقد يعني على البيض حوالي 15 يوم 10 ايام وبترجع تقوم تاني، وهي كده ما بتبقاش استفادت حاجه بعد التعب ده كله. النهارده يا حبايب قلبي انا جايبه لكم ان شاء الله الحل النهائي باذن ربنا، لان البطه بتقوم من على البيض. ان شاء الله الحاجه اللي هوريها لكم دي هتتحط تحت البيض، تحت البطه وهي بتبيض. مستحيل تقوم البطه حتى لو رقد السنه كده مكانها، زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي في الفيديوهات التانية برضو. ان انا كنت برقد البيضه بالثلاث اربع شهور، كنت باخد منها البط بتاعها وارقدها برضو تاني واحط لها بط تاني وتطلعه. وحتى والله لو استمرت الحكايه دي سنه ما كانت تقوم البطه برضو من مكانها، ولا كان بيجي لها اي فاش ولا بق. لان طبعا سبب امان البطه من تحت البيض يا حبايبي، هي مش بتقوم براحتها، بالعكس البطه اول ما بترقد على البيض بتاعها خلاص هم اولادها بتحاول تكمشهم وبتحاول تدفيهم، بس هي غصب عنها يعني انها بتقوم. وانتوا يمكن بتلاحظوا البطه اللي هي بتقوم ما بتستقرش، بتلاحظوا انها بتعمل في جسمها يعني كده يعني جسمها بيبقى واكلها كده، بتبقى عايزه تطلع الريش اللي في جسمها. فده طبعا يا حبايبي مش بإرادتها، ده بيبقى طبعا تحت البطة. بتبقى مثلا البطة رقدت فترة مثلا بيجي تحتها التبن اللي بنحطه تحتها أو أي حاجة انشقت الخشب، بتلم يا حبايب قلبي، بتلم البق وبتلم الفاش وبتلم السوس وبتلم كل حاجة. فالبطة طبعا بتقوم وتهرب وتسيب البيض بتاعها. الحاجة يا حبايب قلبي النهاردة اللي هحطها اللي هوريها لكم واعرفها لكم دي ان شاء الله ان حطيتها تحت البيض بتاع البطة مستحيل والله تقوم حتى لو رقد السنة، وبتجربة وعن تجربة شخصية وانا على طول بعملها. والحاجة دي كنت واخداها من والدتي، يا رب ربنا يديها الصحة ويقومها لنا بالسلامة يا رب. فانا واخداها عنها الحاجة دي من زمان، كنت اشوفها كنت اقول لها مثلا انت بتعملي الحاجة دي، كانت تقول لي ان انا بعملها عشان ما يجيش سوس ولا بقى البيض بتاع الفرخة. فانا على طول مشيت عليها. طبعا انتوا مش هطول بقى عليكم الفيديو، اقول لكم عن الحاجة على طول. هي حبايب قلبي حاجة بسيطة قوي، ممكن تبقى في بيوتكم وممكن ما تبقاش في بيوتكم. طبعا يا حبايب قلبي انتوا طبعا عارفين طبعا عارفين الرماد ده اللي بيبقى في في الفران في الفران اللي هي البلدي اللي احنا عارفينها، او الفران اللي او عادي لو حتى ما عندكش فرن تجيبي من عند جارتك شويه لو عندها، او اي حد عارفاها، لان دلوقتي طبعا انتشرت الفران اللي هي بالغاز دي، ما فيش حد عنده الفران دي، فمش مشكله برضو الفرن ده مش جايباه والله من فرن ولا من حاجه، دي بقايا بتاع حاجات احنا كنا بنقيدها في ايام الشتاء كنا بنتدفى عليها. يعني اي حاجه خشب عندك ايداها قبل كده، اي حاجه ايداها وتلقى الرماد بتاعها، اي رماد حتى لو انت ما عندكش وما عرفتش تتصرفي، ادي اي حاجه تحت كانون تحت اي حاجه، المهم انك تجيبي شويه رماد قد دول او اقل منهم بشويه. المشكله دي يا حبايب قلبي الحاجه دي الرماد ده طبعا فيكم مش عارف الرماد، انا هوضح لكم برضو اكتر. يا حبايب قلبي طبعا اللي عندها الفرن البلدي اللي بنخبز عليه العيش البلدي العادي، بنقيد طبعا جوه الفرن. دي الطفي بتاع القياده الاخر خالص اما يبرد، ده بيبقى الطفي بتاعه. بس يا حبايب قلبي او واحده فيكم مثلا، طبعا كلنا في الشتاء دي وفي الجو الساقع الايام اللي عدت دي كنا بنقيد خشب بنقيد اي حاجه، دي بتبقى بقايا الخشب او الاولح اذا كنتوا عارفينه اللي هو بتاع الذره الشامي دي الحاجات دي بقايا. وفيكم عارف كل حاجه، اول ما اقول الرماد كله هيعرفوه. اللي مش عارفه برضو يا حبيبتي تبقى تسال يعني ايه الرماد. فيا حبايب قلبي احنا هنحتاج شويه الرماد ده، يعني علبه طحنيه هي مليانه، بحاول اكتر برضو عشان خاطر ايه لو رقدت فتره زي ما انت عاوزاها زي ما انت عاوزه ترقديها ما البطه ما تقومش. ومش هنحتاج اللي هو الرماد ده، وهنحتاج طبعا التبن.
التبن اللي انتوا كلكم عارفينه، هو ده التبن بتاع الفلاحين، اللي هو بيبقى في الغيط بتاع الفلاحين يعني، او نشارة الخشب لو ما عندكش تبن. بس مش هنحتاج الا هم دول يا حبايب قلبي. فاحنا طبعا هنبتدي، احنا كده محوطين للبطه. طبعا ده مش مكان البطه بتاعتي، انا بصور لكم في البدروم بتاعي هو اللي ببيت فيه الطيور وفي الفراخ. صوري كده يا منى البدروم ده يا حبايب، البدروم ده اللي بصور فيه، اللي ببيت فيه الطيور، وببيت فيه الفراخ بتاعتي، وببيت فيه كل حاجه. طبعا يا حبايب قلبي، طبعا انتوا عارفين ان البط بتاعي بيبقى راقد تحت بير السلم بره، فانا ما بعملش حاجه هنا خالص. طبعا يا حبايبي هنبتدي بقى اوريكم عندي كده، انا حاطه كده، انا بوريكم بس عشان اعرفكم حاجه عمليه. دي 3 بلوكات انا حطاهم جنب بعض محوطه عليهم. طبعا هنبتدي ننظف كده تحتيهم. لو تحتيها اي طوب اوعى تسيبي اي طوب او اي حصب او اي رمله او اي حاجه تحتيهم. طبعا يا حبايبي هنبتدي نحط الرماد كده، هنبتدي نحط الرماد ونبتدي نفرشه بقى. البسي جوانده وافرشي اي حاجه، او البسي اي حاجه في ايدك او باي حاجه اعمليه، ونبتدي نفرطه كده كويس قوي، كويس جدا في مكان التحويطه. بس انت تحطيه اول حاجه، تحطيه على الارض قبل ما تحطي التبن وتحطي اي حاجه. كده يا حبايبي احنا كده ضمننا ان مفيش زلط او اي طوب او اي حاجه عشان ما يكسرش البيض بتاعنا. كده فرشنا اول حاجه عملناها، فرشنا الرماد اللي قلت لكم عليه. كده بعد الرماد يا حبايب قلبي هنبتدي بقى نحط التبن، عشان اعرف كل واحده ازاي ترقد البطه بتاعتها. كده هنحط التبن يا حبايبي، مش هنكتر برضو. وهنبتدي برضو نفرش التبن كده باي حاجه في ايدك او بايدك او باي حاجه اهي. طبعا الواحده في بيتها مش هتتعبد على، هتعمل كل حاجه عشان خاطر حاجتها تنفع وتبقى كويسه. كده يا حبايبي بس مفيش بقى اي حاجه هنحطها تاني. حطينا الرماد في الارض، طبعا في مكان نظيف وفي مكان محكوف ما يكونش فيه طيور، عشان تضمني ان بطتك هترقد ومفيش حاجه هتاثر على تحوش الذكر من جنبها. كده حطينا الرماد يا حبايبي وحطينا التبن. مفيش بقى الا اننا طبعا هنحط البيض، هنرص البيض ده بيض فراخ. ده يا حبايب قلبي بيض فراخ، انا ما رضيتش اجيب البيض من تحت البطه عشان كل شويه بجيبه، يعني بخاف لا يجرى له حاجه او بذرته تسقط او يجرى له حاجه. ما ينفعش كل شويه احوش ببيض البطه، لاني من ساعه ما صورت معاكم الفيديو امبارح ونقلت البيض من مكانه، هي صراحه ما رضيتش ترقد في المكان اللي انا وريته لكم، اللي وريتكم هو يعني. فطبعا انا ما حبيت امثل لكم النهارده على بيض الفراخ. ده بيض فراخ يا حبايب قلبي موجود عندي من التلاجة لسه مطلعاه، مش هترقد عليه ولا حاجه، انا بمثل لكم يعني ازاي تعملوا. تاجي يا حبيبتي تاجي رصه البيض كده اهو دوران يا حبايب قلبي، ترص البيض كده دوران عشان البطه طبعا تقعد معدول عليه. انا برص البيض كده على طول اهو، برص البيض كده دوران عشان هي البطه مش هتخليه، البطه هتقلبه وهتقلبه على كل جنب، مش هتخليه في مكان معدول يعني اهو. ده العاشر مره بيض فراخ انا بمثل لكم عليه، ده بيض فراخ لسه مطلعاه من التلاجة، ما رضيتش اجيب بيض البط عشان ما يبصش مني اهو. هو كده يا حبيبتي انت كده جهزتي يا قلب الخن للبطه بتاعتك، وان شاء الله هترقد عليه وهتقلب طبعا. وهي بقى هي مجرد انها رقدت في الخن، هي بقى تبتدي شغلها تعمل اللي هي عاوزاه. المهم انك تحطي لها بس الماده اللي قلت لكم عليها دي حبايبي، اللي هي الرماد دي. والله العظيم لو رقدت ان شاء الله البطه سنه متكامله ما هيجي، حتى لو قامت البطه وطلعت البيض بتاعها وطلعت البط بتاعها وحبيتي وبرضه نفس المكان رقد التبن والحاجات رقدت مكانها، هتيجي برضه تاني مره هترقد عليه برضه. مستحيل يجيله اي حاجه، مستحيل يجيله اي حاجه، لان انا ماشيه بالموضوع ده على طول. وحبايب قلبي ربنا يكرمكم يا رب، وربنا يا رب يخليكم كده ويسمعني عليكم كلكم سمح خير يا حبايب قلبي. وزي ما قلت لكم يا حبايبي كل جديد باذن ربنا هجيبه معاكم واصوره معاكم. التبن بس عمل مشكله عندي في صوتي. الحمد لله. فانا يا حبايبي بس كده يا حبايبي بقى اوريكم ازاي بخنن للبط بتاعي وازاي برقده. وانا طبعا انتوا شفتوا البط بتاع البط بتاعي، انا كنت لسه ما خلصتش، انا مستنيه اما تخلص البيض بتاعها واحط لها واعملها زي ما انا وريتكم كده. هي مستحيل طبعا تجي من مكانها هنا ترقد، مستحيل. فيا حبيبه قلبي اللي كنت بتقولي لي البطه بتاعتي مقربه ترقد،
وبسرعه قولي لي على الحاجه اللي هتحطها تحت البيض عشان ما تقومش يا حبيبتي. والله انا عملت الفيديو ده عشانك مخصوص النهارده، لان انت يا حبيبه قلبي والله من الناس اللي بحبها جدا، وربنا يعلم. وبحبكم والله العظيم كلكم في الله، ونفسي كل حاجاتكم تنفع وكل حاجاتكم تنتج. وخليكم يا حبايب قلبي متابعيني ان شاء الله كده على طول. وكده يا حبايبي خلصنا بقى كل حاجة عن البط، كل حاجة عرفتها الحمد لله مني عن البط. فكده يا حبايب قلبي بقى ان شاء الله انتظروني بإذن ربنا في الطيور بقى الجديدة اللي هنجيبها عشان رمضان، عشان نربي مع بعض. وتابعوني يا حبايب قلبي وانا هقول لكم ان شاء الله نربي ازاي وازاي تجيبي حاجتك من الالف للياء لحد ما تذبحيها على خير وسلامة والله، ومن غير علاجات ومن غير مضادات حيوية ومن غير أي حاجة خالص بإذن ربنا، يعني بتوفيق ربنا وبالتوكل على الله. وكده يا حبايبي نهيت معاكم الفيديو يا حبايبي، وانا بشكر الناس الحلوين الجمال قوي اللي بيكتبوا لي التعليقات الجميله، بشكرهم جدا. وبشكر كل اللي بيدخل قناتي جديد وبيشترك عندي، وبشكر كل الناس اللي بتحبني وبتقول لي احنا حتى لو مش لازمنا الفيديو بندخل بس عشان نسمع صوتك. وبشكر الناس اللي بتقول لي احنا والله بنستنى فيديوهاتك، بنستنى اي فيديو ليكي. بشكركم جدا، اقسم بالله انا بحبكم كلكم في الله، وبحس انكم اهلي واحبابي وعيلتي. فيا حبايب قلبي النهارده خلصت معاكم الفيديو بتاعي، واستنوني بقى ان شاء الله في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.